هنشوف بقى النهارده هنطبخ ايه وايه الامكانيات الموجوده. ادي فراخ بتسبب تتبيله كالعاده، وادي شويه خضار، رز. يعني لو ما عندكيش غير فراخ فيليه تعملي بيها ايه غير فراخ بانيه ومكرونه يا نهله؟ مش لازم بقى، كفايه. طلبتوا مني كتير جدا بيكاتا فراخ بطريقه بسيطه وسهله قوي قوي. رز هنعمله ازاي؟ ونعمل ازاي الفراخ البانيه دي تبقى احلى بيكاتا فراخ، وشويه سلطه حلوين قوي بطريقه جديده بابسط الامكانيات وبسرعه جدا جدا. هخليكي تدخلي المطبخ ربع ساعه هوب تخلصي في ثانيه الا ثانيه. يلا بقى يا جماعة بسرعة جدا نعمل غدا سريع والدنيا حر مش طالبة واقفة والله في المطبخ. جبت فراخ فيليه يا جماعة، صدور، حطيت عليها بصل مبشور، ملح وفلفل اسود، ودي خطوة أولى بالنسبة لي لأي فراخ هعمل فيها أي حاجة في الحياة. الخطوه دي حلوه جدا، بتسرع في التسويه، بتخلي الطعم جميل جدا، وكلكم طبعا عارفين الحكايه دي. طيب اقل حاجه تسيبيها في التتبيله دي، مش هقولك يا ستي ساعه، نص ساعه. المهم انا كنت اصلا بسيبها من بالليل في التلاجة يعني، بس ساعه مش هيقول لا. شلت بعد كده منها البصل بس مش قوي بيني وبينك يعني، حتى بصي تلاقي بواقي بصل كده، بشوحه في حته سمنه بلدي على شويه زيت، وبعدين بوطي بعد ما بشوح على نار عاليه ياخد لون، بوطي حوالي 10 دقايق وبغطي. هيطلع الصوص بتاعه، هروح عصر عليه زي ليمونه ونص كده على الكيلو الفراخ الفيليه دي، وبفضل اشوح كده، وهو كده ما فيهوش حاجه غير بواقي البصل وشويه الليمون. ركزي بقى معايا، انا دلوقتي حطيت معلقه سمنه بلدي كمان او حته زبده، ونضفت بيها الطاسه، ونزلت بتوم كده فروزن كنت عاملاه يعني فرماه، وحطيت حوالي معلقه واحده بس، وبعدين كنت مقطعه جزرايه وقرن فلفل. طبعا انت عايزه تحطي اي اضافات تانية او اي خضار تاني، اي بسله، اي شيء، طبعا فيكي تعملي كده جدا. المهم بس انا عايزه اقول على حاجه، التوم لما حطيته كان على نار واطيه جدا، وبرده الخضار ده على نار واطيه جدا، ورشيت شويه ملح وفلفل اسود وشويه زعتر، وتوطي خالص وتغطي علشان انا عايزاه يستوي من غير ما يحرق التوم، وكمان يبقى طعمه جميل، مش عايزاه على نار عاليه. جبت كوبايه من اللبن، حطيت عليها معلقه من الدقيق، وضربتها كويس جدا زي ما انت شايفه كده، ونزلتها عليه. وكان عندي قشطه بلدي او يكون عندك كريمه طبخ، تنزلي بمعلقه كبيره وبتفرق جدا في الطعم. طب يا نهله لو ما فيش خلاص مش مشكله، بس انا بقول لك يعني ان هو بيعلي طعمه جدا. طيب الصوص ده انا مش بحط جواه الفراخ، عند الاكل بفضل سايباه كده بسخنه، وبحط الفراخ وبحط عليه الصوص لما بنيجي ناكل. عايزه اقولك ان الموضوع ده بيبقى طعمه احلى بكتير من لما بندخل الفراخ فيه، وبرش في الاخر رشه زعتر كده من على الوش، وده بيبقى اخر حاجه بتعمليها، حتى ممكن كمان قبل الرز نفسه. يعني انت ممكن تعملي الرز الاول وبعد كده تروحي مقدمه الفراخ بتاعتك. انا دلوقتي عايزه اعمل معاكم الرز المعمر بتاع الحله، ناس كتير على فكره جربوه وعجبهم جدا. انا حطيت معلقتين زيت على النار، وغسلت رز وسبته 5 دقايق، وده غير العاده يا جماعه. انا في العادي بغسل الرز وبستعمله في ساعتها عشان يكون مفلفل، بس ده انا مش عايزاه مفلفل، انا هعمل معمر بس على النار مش في الفرن. رحت مشوحه الرز كويس جدا جدا، وحطيت عليه ميه سخنه ولبن سخن. طيب قد ايه يا نهله؟ المهم ان الاتنين يكونوا فوقيه بحوالي عقله صباع زي ما انت عارفه قبل كده، رشه من الملح، رشه من السكر. فطبعا انا المعمر علشان اديله طعم المعمر، معمر يعني لبن، يعني قشطه، يعني سمنه بلدي، يعني رشه سكر. انا عليت 3-4 دقايق او يمكن اقل لحد ما شرب الميه واللبن دول، وبعدين وطيت وحطيت تحتيه شياطه وتغطيه كويس وتسيبيه حوالي 20-25 دقيقه. هتلاقيه استوى وتحفه وشكله شبه المعمر زي ما انت شايفه كده. بجد يا جماعه طعمه حلو جدا جدا، الموضوع ده فارق معاه جدا. طب اللي ما عندهاش لبن خلاص يا ستي ممكن برضو تكتفي بالقشطه والزبده وشويه السكر، ومش لازم لبن يا ستي خالص، كفايه ان هو منقوع 5 دقايق مثلا او مغسول من 5 دقايق، برضو هيديكي التاثير ده، هيبقى شبه المعمر برضو. يلا دلوقتي بقى نعمل سلطه حلوه جدا بكرنب السلطه او بالكابوتشي. على فكره بالكابوتشي كمان هيبقى احلى. تقطعيها بقى زي ما انت شايفه كده، انا كان عندي طماطم رصيتها زي ما انت شايفه كده، ورصيت الخيار، بس في طبعا دريسنج هنعمله عليها عباره عن حزمه نعناع فريش وشويه كزبره خضراء. مهما اقول لك طعمها بجد لذيذ جدا. عصرت عليها ليمون، حطيت عليها معلقه من الثوم المفروم، وملح وفلفل اسود وزيت زيتون، وتقلبيهم مع بعض كويس جدا كده. وكان عندي جبنه رومي، عايزه تحطي بارميجان لو عندك، كنت فرماهم كده، وبعدين حطيت 3 معالق زبادي كبار، وقلبت الميكس ده كويس جدا جدا. العشاق يا جماعه، الناس اللي بتحب التجديد في السالد ده طعمه جميل جدا وهيعجبك قوي قوي. وعلى فكره تقدري تستبدلي الكزبره الخضراء يا بالشبت يا بالبقدونس، وزي ما قلت لك تقدري برضو تحطي كابوتشي، وممكن كمان تحطي فلفل اخضر، يعني شوفي ايه الخضار اللي انت حباه
وتحطي بقى ده عليه. ويا سلام بقى لو تسيبيه في التلاجة شويه يشرب من الدريسنج ده. وانا رشيت عليه بابريكا وحطيت عليه شويه زيت زيتون من على الوش، او لو حتى ما عندكيش ممكن يبقى زيت عادي. اكلنا بقى خلص. الرز طعمه حلو بجد جميل جدا، عايزاكي تجربيه. ما بتنقعي الرز شويه بيبقى طعمه حلو قوي، تحطي عليه اللبن والسكر وكده. الفراخ كمان طعمه جدا جدا، زي ما قلت لك الصوص يتحط سخن عشان الصوص ده بيبرد بسرعه. والسلطه كمان طعمها حلو قوي، سقعت شويه قد ربع ساعه كده في التلاجة. اكل طعمه حلو سريع، ما اخدش وقت خالص خالص، حرفيا اقل من 25 دقيقه على ما الرز يستوي هتكون الفراخ اتعملت. فعلا طعمه جميل. وفي الحر ده ولو انت حتى في مصيف هتعملي لهم اكل مطاعم فاخر من الاخر، وفي ثانيه الا ثانيه زي ما دايما بقول لكم كده. صوص كريمي وطعمه غني رغم ان امكانياته بسيطه خالص، شويه جزر وحتتين فراخ ولبن. بجد يا جماعه طعمه جميل، وان شاء الله هتجربوه ويعجبكم. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. بحبكم قد الدنيا دي كلها، ما تحرمونيش من كومنتاتكم الحلوه، وجربوا ومستنيه رايكم. باي باي.